ورجعنا لكم حبايب قلبي بعد ما حطيناه في الكاسات وزوقناه. معانا هنا زبيب وجوز الهند وسوداني كله على بعضه كده، وحطينا كده على مهلبية رز بلبن دي، حطينا على الرز بلبن. وكان عندنا هنا بقى حاجة كده ابداع من عندنا كده، قطعة جاتوه بالشوكولاتة قطعناها وحطيناها كده على الرز بلبن. والزينة دي يا حبايبي حسب ما انتوا عايزين، حسب رغبتكم. ممكن اللي ما يحبش المكسرات دي ممكن يحط حبة قرفة، حبة كاكاو، زي ما انتوا عايزين. بس انا قلت بقى ابدع بقى، عملنا رز بلبن لازم نبدع كده مع بعض، علشان يعني العيال كده نفسها تتفتح. وزي ما قلت لكم كان عندي قطعة جاتوه بالشوكولاتة، قطعناها صوابع كده وحطيتها. اديت قيمة غذائية كده للرز بلبن. وما تنسونيش بقى حبايبي في اللايكات الحلوة بتاعتكم والاشتراك عندي في القناة. وقولوا لي ايه رأيكم بقى في حبة الرز بلبن بقى التحفة ده بصراحة يعني حاجة من الآخر كده، حاجة على قد ايدينا. كل حاجة عندنا في البيت يا حبايبي، كل حاجة عندنا في البيت. عندنا اللبن في البيت والنشا في البيت، وعندنا السكر في البيت والزبيب والحاجات دي عندنا برضو في البيت، ما جبناش حاجة من بره. احنا فجأة كده عندنا لبن قلنا نعمل حبة رز بلبن تغيير بقى، حاجة حلوة. والشتا انتوا عارفين عايزين ايه، الشتا عايز حاجة حلوة كده. كل يوم تبدعوا كده، يعني اي حاجة مسكرة كده تعملوها للولاد تفتحوا نفسهم على المذاكرة وهم قاعدين يذاكروا. فايه رأيكم بقى؟ وانا عايزة بقى كده اقول لكم ايه، يعني تقولوا له رأيكم ايه. وتعالوا كده نشوف احنا عملناه ازاي مع بعض وارجع لكم تاني. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يلا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. نعمل حاجة حلوة. احنا كده حطينا معلقتين رز نسلقهم لما يشرب معلقتين رز في نص كوباية مية. لما استووا كده في المية وشربوا ميتهم معلقتين الرز. شوفوا يا حبايبي كده، انتوا عرفتوا الوقت احنا هنعمل ايه صح كده. الرز استوى معانا في نص كوباية مية. معانا هنا كيلو لبن. معانا كيلو لبن، هنحط كيلو لبن كده على معلقتين الرز. ده لبن بالقشطة بتاعته يا حبايبي، ده لبن بالقشطة بتاعته. ده كيلو حطيناه كده على معلقتين الرز اللي استووا. احنا كده عملنا هنعمل رز بلبن يا حبايبي، حاجة كده حلوة كده يعني. يا رب تعجبكم. اسهل طريقة لعمل الرز بلبن. اللبن ده يا حبايبي لبن جاموسي طبيعي، وكان معاه القشطة بتاعته، يعني كان معاه وش اللبن. حطيناها على الرز اللي استوى خلاص تمام كده. معانا هنا بقى معانا هنا نص كوباية سكر، نص كوباية. عايزين تقللوا السكر قللوا، بس انا يعني احنا بنحبه مسكر يعني نحط كده نص الكوباية. وهنسيب السكر يدوب مع اللبن ويكمل سواه مع الرز. هو الرز استوى، بس احنا اللبن هيغلي بقى. اللبن هيغلي بالقشطة بتاعته كده مع الرز. قرب ما يغلي يا حبايبي هنعمل هنجيب النشا بقى. معانا معلقتين نشا ومعانا فانيليا. هنحط معلقتين النشا دي كده عليهم معلقتين مية، معلقتين مية كده. هندوبهم ساعة ما اللبن بس يغلي معانا مع الرز. هندوب النشا اهي معانا حبايبي، هندوبها ونحطها على الرز بلبن. خلاص كده حبايبي دوبنا كده النشا دابت معانا هندوبها كده ونحطها على اللبن والرز كده. لما هيغلي معانا شوية، لما يبتدي يغلي معانا هنحط النشا عليها والسكر يكون داب معاه كده. بندوب السكر كده في قلب اللبن يدوب معانا. وارجع لكم ان شاء الله يا حبايبي ونجهز الرز بلبن مع بعض. ورجعنا لكم حبايب قلبي
اللي احنا ضفنا هنا بقى على اللبن، ضفنا على اللبن معلقتين النشا، دوبناهم وحطيناهم هنا، ومعلقه صغيره، نص معلقه صغيره فانيليا. وكده ربط معانا اهو الحمد لله. كده كده جاهز كده معانا. هنسيبه بقى يبرد حبايبي، ونعبيه في الكاسات بتاعتنا، وايه واشوفكم ان شاء الله واحنا بنعبيه مع بعض. يعني كل حاجه عملناها مع بعض يا حبايبي. هو كده ربط معانا اهو. احنا بنفضل نقلب كده علشان ايه ما يكلكعش مننا. شوفوا يا حبايبي، شايف الجمال؟ ان شاء الله على الريحه، والله مش قادره اوصف لكم بجد الريحه وجمالها. يعني احنا حطينا على اللبن، وش اللبن كان عامل ما شاء الله طبقه قشطه حلوه جدا. وده يعتبر لبن وقشطه وسكر وفانيليا ونشا. ده يعني الطريقه الاقتصاديه للرز بلبن معانا. احنا كده بقى ايه هنطفي عليه يا حبايبي اهو، هنطفي. وان شاء الله هرجع لكم لما نحطه في الايه في الكاسات مع بعض. ورجعنا لكم حبايب قلبي بقى. وما تنسونوش كده يعني اللايكات بتاعتكم الحلوه كده، اللايكات بتاعتكم الحلوه، والاشتراك عندي في القناه وتقولي لي ايه رايكم في الرز بلبن الحلو ده. والله ريحته جميله جدا جدا. يعني احنا يعني ريحه الفانيليا وريحه المكسرات دي والسودان احنا كنا محمصينه قبل ما نحطه على الرز بلبن. يعني حاجه تحفه جدا جدا جدا. فما مش عايزه بقى ايه تنسوني في اللايكات الحلوه وتشتركوا عندي في القناه. وما تنسونيش. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.